مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أجواء جميلة جدا هنا، ونتمنى بأن تكون مباراة رائعة كذلك. سأكون معكم فارس عوض من كابينة التعليق في هذا اللقاء، على أمل بأن تلبي هذه المباراة كل الطموحات والتوقعات، حيث سيكون فريق النصر السعودي في مواجهة فريق الطائي. عندما يتعلق الأمر بكرة القدم نعرف بأن الوضع يختلف عن بقية الرياضات وتصبح الإثارة أكبر. برونو فرنانديز، الكرة مع شيرار، لورينتي، تدخل يأتي في التوقيت المثالي. ماركوس يورينتي، بيلينغهام، زيكو، بوشكاش، واضح لديه ثقة في التقدم إلى الأمام. ماركوس يورينتي، كرة تصل إلى شيرار، بيلينغهام، كريستوفر نكونكو، استخلاص للكرة، تدخل قوي لكن بدون أخطاء، وضربة حرة تحتسب هنا لمصلحة الطائي. بيلينغهام، لورينتي، فرصة الآن من الركنية لتسجيل هدف التقدم. زيكو، بوشكاش، هنا تدخلت بقوة وعرفت كيف تستخلص الكرة في منطقة هجومية. زيكو، يحدث تغيير في السيطرة. آلان شيرار، عنده فرصة التمرير. برونو فرنانديز، يستعيدون الكرة بأداء دفاعي قوي جدا. حكم يضيف دقيقة واحدة لعمر هذا اللقاء. هذه هي صافرة نهاية الشوط الأول من المباراة. ركلة البداية تعلن عن انطلاقة الشوط الثاني من هذا اللقاء. كرة بتصل إلى بورد، بيلينغهام، لوك شاو، وصلت إلى سام ماكسيما. هدوء في الهجوم في محاولة للتقدم في النتيجة. ماركوس يورينتي، بيلينغهام، كرة مع شيرار، بتصل إلى فرنانديز. الآن تأتي المساندة. ديابي، بوشكاش، وهنا وصلت لينكونكو. فرصة التقدم هنا. ثلث ساعة فقط تفصلنا عن نهاية المباراة. حلو المدافع، استخلاص لهذه الكرة بتدخل ممتاز. تحول هنا في الاستحواذ، فرصة حقيقية للتسجيل. تصدي من كورتوا والخطورة مستمرة. مباراة ندية مثيرة لم تبح بكل أسرارها بعد. يهرب بالكرة، مر فيها، انطلق فيها، راح. تصدي ممتاز في وقت أخير من عمر المباراة. كرة كادت بأن تكون قاتلة. شوف اللاعبين وحركات الإحماء، نتوقع تغيير في هذه اللحظات. 3 دقائق متبقية على نهاية المباراة. نقد أمام مساحة في هذه اللحظات. كورتوا يتصدى واللعب مستمر الآن.
ويطلق الحكم صافرته هنا معلنا عن نهاية المباراة بالتعادل السلبي. من المعروف لدى الجميع بأن الأهداف هي متعة كرة القدم، وهذه المتعة كانت غائبة اليوم. مواجهة طغى عليها الطابع التكتيكي والخوف والحذر من الفريقين وتركيز دفاعي كبير، فكانت النتيجة على هذا الشكل.